وأقول في كلمة موجزة أننا منذ أسابيع استبشرنا يوم أعلنت مباحث أمن الدولة أنها طبقت سفينة يملكها جوزيف ابن مطران الخزرجية ببورسعيد. وقالت مباحث أمن الدولة أن هذه السفينة محملة بأطنان من الذخيرة ومن الأسلحة قادمة من إسرائيل. ورغب للمضللين أن يهربوا هذا المجرم خارج مصر، ولكن الوزير وزير الداخلية حبيب العدل أصدر قرارا باعتقال هذا المجرم. ولكنني طالبت أمن الدولة التي تقوم بالنيابة الأمن بالتحقيقات أن تكشف لنا عن محتويات هذه الباخرة وإلى أين كانت هذه الأسلحة ستخزن. فقل إذا كانت هذه الباخرة تم ضبطها فكم من بواخر قبلها دخلت وغفل عنها. كما قلت أن هذه الأسلحة المخزنة في الأديرة ومخزنة في الكنائس، قلت ولا زلت أقول إذا كانت هذه الأسلحة التي دخلت في مصر وخزنت كما قلت في الأديرة وفي الكنائس، قلت لشنونا هذه الأسلحة لا ترهبنا من قبل ولا من بعد. وقلت له إذا كنت تريد فتنة في مصر وإذا كنت تريد أن تقوم بالأعمال الإرهابية في مصر فأقول لك يا شنونا أن أمن مصر وسلامة مصر وكل مواطن في أرض مصر سنحميه بأرواحنا. واعلم يا شنونا أن المتحدث إليك حافظ سلامة. وأقول لك مرة ثانية إذا كنت أنت مغرور بما لديك من أسلحة وذخائر فأقول لك لن أشتر منك شرون. جاءنا ب6 ألوية مضرعة فيما 600 دبابة ومسلحة وعلى أرض السويس الطاهرة، وما السويس إلا مدينة من مدن جمهورية مصر العربية. قامت السويس المهجرة الواحدة بالتصدي لغطرسة شارون، ومع هذا تمكنا بفضل الله أن نقضي على شارون وقوة شارون. فإذا كانت مدينة السويس فقط استطاعت أن تتصدى ل6 ألوية و600 دبابة،
ما لم يشنونا لا تنفعك ولا تنفعك لا أمريكا